كيمياء في منديل مع وليد قنديل، ثانوية عامة 2025. معاكم مستر وليد قنديل. شعارنا تعرف خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة 2025. معاكم مستر وليد قنديل. طبعا شعارنا تعرف خلاص هو ان الكيمياء في منديل مع وليد قنديل. احنا بفضل الله خلصنا الهيدروكربونات كلها شرح تفصيلي على اليوتيوب. النهارده ان شاء الله هنبدا نحل على الهيدروكربونات، هنقسمها فيديوهات متتاليه ورا بعضها. هنتكلم عن الهيدروكربونات كلها سواء الكان او الكين او القين او البنزين ان شاء الله في كذا فيديو ورا بعضهم. نبدا النهارده باول فيديو. يلا اتكل على الله معايا. اول سؤال بيقول ايه؟ عدد ذرات الكربون في جزيء الكان يحتوي على 18 ذرة هيدروجين. 18 هيدروجين. عاوزين نعرف الكربون قد ايه؟ قلنا ال 18 دي اشيل منها 2 تبقى 16، اقسم على 2 يتساوي 8، يبقى الرمز C8H18 اللي هو الاوكتان. اوكتان. يبقى الاجابه ب. السؤال اللي بعده. جميع الصيغ الكيميائية الآتية صحيحة ما عدا. طبعا هنا السؤال بيبقى غرضه يعرف ايه؟ غرضه يعرف ان الكربون عامل 4 روابط، لو في اكسجين يبقى عامل رابطتين، لو في نيتروجين عامل 3 روابط وهكذا. طب نشوف كده مع بعض. CH3 CH2OH، لا دي مظبوطة. HCHO مظبوطة. هنا نفكها عشان نشوفها. CH2 رابطة مزدوجة C، وبعدين مجموعتين ميثايل ادي CH3 وادي كمان CH3 كله مظبوط. نيجي بقى على رقم ب. CH2 رابطة مزدوجة CH2 وبعدين سي رابطه مزدوجه او اتش مع بعض كده. الاو رابطتين مظبوطه، السي دي 1 2 3 4 مظبوطه، الاو دي رابطتين مظبوطه. نيجي بقى على السي اللي في النص دي كده 1 2 3 4 5 روابط، لا طبعا دي مش مظبوطه، تبقى الاجابه رقم ب. حاول معايا، حاول انك تحل السؤال قبل ما انا احل، وبعدين طلع اجابتك وقارن اللي انت حليته باللي انا حليته. انت حليت الاول. مركب عضوي كتلته نص جرام، اتحرق 1.4 جرام. عند احتراقه طلع 1.4 جرام CO2. عاوز الكربون فيه قد ايه؟ طب دلوقتي انت عاوز تعرف ايه؟ عاوز تعرف الكربون قد ايه. تعمل ايه؟ تستغل ثاني اكسيد الكربون. هو لما اتحرق طلع 1.4 جرام، يعني السي او 2 دي فيها سي واحده. انا عاوز اعرف الكربون قد ايه. الكتله الموليه للسي او 2 من هنا تطلع 44 جرام. ال 44 جرام جواهم 12 جرام، يبقى الواحد 1.4 جرام جواهم اكس. مين اكس دي بقى؟ اكس دي كتلة الكربون، يبقى اكس بتساوي 12 في 1.4 على 44. ماشي آلة حاسبة استاذنك، آلة حاسبة. هنشوف كده مع بعض. يبقى 12 في 1.47 على 44 هتطلع 4009 جرام. دي الكتلة بتاع الكربون. أنا مش عاوز كتلة الكربون، أنا عاوز النسبة. تبقى النسبة هي عبارة عن كتلة الكربون على كتلة المركب كله في 100. اقسم دي على دي تطلع معاك 80.2%. الإجابة ألف. تمام؟
السؤال اللي بعده، احترقت قطعة من مادة عضوية كتلتها علامة 4.122 جرام، دي كتلة المادة العضوية. احتراق تام، فزادت أوعية امتصاص بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون علامة 361 جرام، علامة 762 جرام على الترتيب. يبقى ده بخار الماء وده ثاني أكسيد الكربون CO2. أوكي، المطلوب يعرف الكربون كام في المية، والهيدروجين كام في المية، ولو في عنصر آخر كام في المية. يبقى أنت محتاج تعرف حاجتين، أعرف الكربون قد كام جرام والهيدروجين كام جرام. أعرفها إزاي؟ أستغل الرمز. أنا هستغل ثاني أكسيد الكربون في إيجاد الكربون. CO2 44 جواها 12 جرام، يبقى العلامة علامة 762 جواها إكس. أجيب بقى إكس، يبقى علامة 762 في 12 على 44 يطلع لي الكتلة بتاع الكربون. نحسب كده مع بعض، علامة 762 في 12 على 44 يطلع الجواب علامة 0.2 أو علامة 2.0 علامة 207. أنا عاوز النسبة، يبقى علامة 207 على علامة 4.112 مركب كله أهو في 100 هيطلع الجواب بتاعك 50.4%. ده الكربون. الكربون طلع 50.4% الكربون. اللي عملته مع الكربون هعمله مع الهيدروجين. المية H2O فيها 2 H، يعني كل 18 جرام مية فيهم 2 جرام هيدروجين. يبقى كل علامة 3 6 1 8 جرام 6 1 8 جرام فيهم س، يبقى س بتساوي 2 في علامة 3 6 1 8 على 18، 2 في علامة 3 6 1 8 على 18 تطلع علامة 0.402. دي الكتلة بتاع الهيدروجين. عاوز النسبة، كتلة الهيدروجين على الكتلة المركب كله في 100 هتطلع 9.75%. دي نسبة الكربون وده الهيدروجين. عاوز اجيب بقى نسبة العنصر الآخر، أطرح من 100%، أجمع دول وأطرح من 100% تطلع 39 وشوية، يبقى الإجابة رقم د. أنا عملتها إزاي؟ أنا جبت CO2 جبت منها السي، وH2O جبت منها الاتش، وبعدين جبت نسبة ده ونسبة ده وجمعتهم على بعض، طلعت من 100% يطلع النسبة بتاع أي عنصر آخر. تمام؟ نكمل. التقطير الجاف للملح ده C2H5COONA مع الجير الصودي يحصل ايه؟ احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنشيل COONA كده ونحط H مكانها، يبقى يطلع C2H6 إيثان الإجابة ب. C2H6. السؤال اللي بعده، إذا كانت درجة غليان 4 مركبات ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان على الترتيب سالب نص، سالب 88.6، سالب 164، سالب 42.10 دون ترتيب. عاوز غليان البروبان. طيب
احنا اتفقنا على حاجه، ان كل ما الكربون بيزيد الغليان بيزيد. يعني اللي فيه كربون اقل غليانه اقل، كربون اعلى غليانه اعلى. اذا الميثان هو اقل واحد، يليه بعد كده الايثان، ثم بعد كده البروبان، ثم اكبر حاجه البيوتان. نرتب بقى حسب الغليان. يبقى اقل رقم عندنا سالب 164، سالب 88 علامه 6، ثم سالب 42 واحد من عشرة، واكبر رقم عندنا سالب نص. هو عاوز مين؟ عاوز البروبان. فين البروبان؟ البروبان اهو. يبقى البروبان سالب 42 واحد من عشرة. الاجابه ج. تمام؟ نحصل على ماده مخدره من التفاعل. وايه المخدره عندنا في المنهج؟ يا اما هالوسان يا اما كلوروفورم. الهالوسان تفاعله او تحضيره مش عندنا، احنا عندنا مين؟ الكلوروفورم. والكلوروفورم بيجي ازاي؟ بتجيب انت ميثان وتفاعله مع 3Cl2 فيطلع CHCl3 زائد 3HCl. ادي كلوروفورم. يبقى انت فعلت مول ميثان مع 3 مول كلور. نبص بقى على الاختيارات كده مع بعض. مول ميثان مع وفره من الكلور؟ لا. 3 مول ميثان، 3 مول ميثان مع مول كلور؟ برضه لا. مول ميثان مع 3 مول كلور؟ مول ميثان مع 3 مول كلور، تبقى الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعده. عند تكسير الاوكتاداين C18H38 هنكسرها تكسير. ايه اللي هيطلع؟ اللي هيطلع في النواتج؟ احنا قايلين اما كسر الكان بيطلع الكان والكين، او الكان وكذا الكين، بس طبعا الكتله اقل. شوف كده الاختيارات. C9H16 ده الكاين، اذا مستبعد. CO2 لا الكان ولا الكين، مستبعد. C18 حطينا 18 برضه مستبعد. هنا كام بقى؟ 9 18 طلع C9H18. طبعا ده الكين اسمه نونين. تفتكر ايه بقى اللي هيتكون؟ دي كام؟ 18 شيل 9 منها يبقى C9 برضه. 38 شيل منها 18 20. يبقى الجواب هيطلع معانا نونين ونونان. نونين ونونان، فاختار رقم ألف. اللي بعد كده أداة مركب. طبعا في الامتحان موضوع تسمية أساسي، بيجي سؤال أو اتنين تسمية حسب الأيوباك. نختار أطول سلسلة كربونية متصلة. أطول سلسلة 1 2 3 4 5 6 أو 1 2 3 4 5 6 اللي يعجبك. خد دي أسهل. أهي أصبح ده فرع بالنسبة لك. أرقم يمين ولا شمال؟ إحنا بنرقم من الطرف الأقرب للتفرع. يبقى 1 2 3 4 5 6 دي إيصايل في رقم 3 يبقى اسمه 3 إيصايل 6 كربون يبقى هكسان. 3 إيصايل هكسان. الاختيار أنا عاوز 3 إيصايل هكسان يبقى رقم ج. 3 إيصايل هكسان. السؤال اللي بعده برضو عاوز اسم الأيوباك. اسم الأيوباك أطول سلسلة كربونية متصلة. تنفع دي 1 2 3 4. تنفع دي 1 2 3 4 وتنفع دي وتنفع دي. اللي يعجبك خد اللي يعجبك. أنا خدت دي بقى، دي فرع ودي فرع. أرقم منين؟ من فوق ولا من تحت؟ مش تفرق. 1 2 أو 1 2 مش فارقة. 1 2 3 4. أجيب كده بقى أنت؟ بالظبط. هو 2
و3 ثنائي ميثايل 4 كربون يبقى بيوتان. 2 3 ثنائي ميثايل بيوتان. في اختيار كده؟ اهو ألف. السؤال اللي بعده، المركب ده حسب نظام الأيوباك هيسمى ايه؟ السي ديت في النص كده وخارج منها ميثايل وميثايل وكمان ميثايل وكلور. تمام؟ أطول سلسلة فين؟ تنفع دي وتنفع دي وتنفع دي اللي يعجبك، بس أطول حاجة 3 كربونهم. بقت دي فروع. رقم منين؟ من تحت ولا من فوق؟ مش هتفرق. خلينا نقول كده 1 2 3. سمي كده الأول أنت بقى. ها تمام؟ ماشي. يبقى 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. في اختيار كده؟ ألف. 2 كلور 2 ميثايل بروبان دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده، المركب ده نسميه ايه حسب الأيوباك؟ برضه دي اسمها صيغة هيكلية وأنا عاوز أظبطها شوية. دي هنا النقطة دي معناها ايه؟ إن هنا في CH3 ثم تنزل كده ده اهي CH2 تنزل تاني CH بس، تيجي هنا CH3 تنزل تحت شوية CH2 اطلع CH2 انزل CH3. دي هي دي بالظبط. فين أطول بقى سلسلة؟ أدا 1 2 3 4 1 2 3 4 5. طب في أطول؟ في 1 2 3 4 5 6. في أطول؟ مفيش. يبقى أطول حاجة دي 6 كربون. وده الفرع. رقم يمين ولا شمال ولا مش فارقة؟ شمال. يبقى 1 2 3 4 5 6. سمي كده. سمي. تمام. يبقى 3 ميثايل 3 ميثايل 6 كربون يبقى هكسان. 3 ميثايل هكسان. في اختيار كده؟ ألف. 4 إيثايل بنتان غلط. 3 إيثايل بنتان غلط. 3 ميثايل هكسان. 3 ميثايل هكسان هي دي اللي صح. الإجابة ج. السؤال اللي بعده، الاسم الصحيح حسب الأيوباك ل2 برومو 4 5 ثنائي كلوروبنتان. ده سؤال مهم في الامتحانات. دايما يديك تسمية غلط ويقول لك اسمها صح ايه. نعمل احنا ايه؟ نمشي من الشمال لليمين. البنتان 5 سي وهرقم كده 1 2 3 4 5. هو قال لك 4 و5 ثنائي كلورو، يعني 4 كلور و5 كلور. و2 برومو. 2 اهي برومو. وطبعا الباقي كله هيدروجين عادي. انت لو هتسمي هختار اطول سلسله كده. طب رقم يمين ولا شمال؟ فكر كده. يمين ولا شمال؟ احنا بنرقم الطرف الاقرب للتفرعات. يمين ولا شمال؟ لا طبعا يمين. يبقى 1 2 3 4 5. سمي. سمي. تمام. بنطق ابجدي خد بالك. يبقى 4 برومو 1 2 ثنائي كلورو وعندك 5 كربون يبقى بنتان. 4 برومو 1 2 ثنائي كلورو بنتان. 4 برومو اهي 1 2 ثنائي كلورو بنتان. الإجابة ألف. ماشي؟ كمل. حاول تحل قبل أنا أحل. اقرا السؤال معايا وحل الأول. الاسم الأيوباك لهيدروكربون مشبع مفتوح السلسلة فيه 5 كربون. 5 كربون ما فيهوش مجموعة ميثيلين، ما فيهوش CH2. طيب
ما تعملهاش 5 سي ورا بعض. ما تعملها ازاي؟ تعملها كده 3 سي وتطلع منها سي وسي فرعين. كمل كده هيدروجين، هنا سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3. هل فيها ميثيلين سي اتش 2؟ ما فيهاش. طيب اطول سنه بقى كده رقم 1 2 3 سمي. 2 ثنائي ميثايل بروبان. 2 ثنائي ميثايل بروبان. في اختيار كده؟ الف. 2 ثنائي ميثايل بروبان دي الاجابه الصحيحه. طب نغير السؤال. بدل 5 كربون انا هقول 6 كربون. 6 كربون مش 5. وبرضه مش عاوز سي اتش 2. اعملها ازاي؟ اوعى تحط 6 سي ورا بعض، هيظهر في نص سي اتش 2. ما تعمل ايه؟ تخليهم 4 وفرعين جنب بعض. ادي سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 اتش اتش. اطول سلسله بقت كده. نعملها تاني كده مع بعض اهي. 1 2 3 4 سي اتش 3 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 اتش اتش. رقم بقى كده معايا 1 2 3 4 وده فرع وده فرع. اسمه ايه بقى؟ 2 3 ثنائي ميثايل بيوتان ما فيهوش سي اتش 2. يا بص يا غالي، 5 كربون ما فيهوش سي اتش 2. 2 ثنائي ميثايل بروبان. 6 كربون ما فيهوش سي اتش 2 يبقى 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. فكر انت بقى في سؤال تاني. لو 7 كربون من غير سي اتش 2 يبقى اسمه ايه؟ فكر مع نفسك واعملها بعد الحلقه. اللي بعدها هيدروكربون ذو سلسله مستمره. احد ايزومراته 3 ايثايل 2 ميثايل هكسان. هقول لك الحاجه اسهل عشان ما تقعدش تفك وتعمل. كلمه هكس يعني 6 سي، وعندنا كلمه ميثايل مس معناها سي واحده، كده بقينا 7 سي. وكلمه اس معناها 2، يبقى التوتال 9 سي. يبقى انت عندك سي 9، ولان هو الكان هيبقى اتش 20. هو قال مستمر مش متفرع، يبقى ال9 سي ورا بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مين ده؟ نونان. في اختيار نونان الف. اللي بعده عدد الصيغ البنائيه المحتمله لالكان كتلته 72. وقال الكان 72 وقال الكان يبقى 14 ان زائد 2 ب 72، يبقى 14 ان ب 70. يعني ان بتساوي 5، يعني هو سي 5 اتش 12. ادي الصيغه الجزيئيه. عايزين بقى الصيغ البنائيه، هم 3 نجيبهم ازاي؟ اما ال5 سي ورا بعض فيسمى بنتان عادي، اما 4 سي وفرع يخش في النص. طبعا النص يعني هنا يا هنا يا هنا يا هنا، مش الاطراف، هنا يا هنا كده، فيسمى 2 ميثايل بيوتان. يا اما تقصر شويه وتعمل فرعين من النص يبقى 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان. قلنا بنتان و2 ميثايل بيوتان و2 ثنائي ميثايل بروبان. تفتكر في غير كده؟ فكر كده. مفيش. 1 2 3 الإجابة 3. طيب شوف السؤال بقى اللي بعده. عدد الصيغ البنائية المحتملة لصيغة سي 3 اتش 7 بي ار. سي 3 اتش 7
بي ار. انا عاوز افهمك حاجه مهمه جدا جدا. ده مشتق الكان ولا مشتق الكين ولا مشتق القيم؟ تعرفها ازاي؟ تبص على الكربون، دي هنا كام؟ 3، وتعد الباقي، دي كام؟ 7 وواحد 8. يبقى اذا هو ضاعف وزود 2، اذا ده مشتق الكان. مشتق الكان فهمت منها ايه؟ ان انت تعمل كل روابط بين الكربون سيجما كلها احاديه. طب تعالى بقى نعمل كده في الصيغه الممكنه. 1 2 3. هتحط البي ار في الاول. طبعا البي ار هنا زي البي ار هنا، اسمه 1 برومو بروبان، او تحط البي ار في النص يبقى 2 برومو بروبان. في احتمال تاني؟ في احتمال تاني يا غالي؟ يا 1 برومو يا 2 برومو. في احتمال تاني؟ دور كده. مفيش احتمالات، شكرا. يبقى هما 2 بس. نكمل. عدد الصيغ البنائيه المحتمله للصيغه C3H6Br2. C3H6Br2. ركز معايا كده برضو نفس القصه. دي كام؟ 3. هنا 6 و2 8، اذا هو ضاعف وشال 2، ده وزود 2 اسف، ده معناه ان هو مشتق الكام برضو. يعني كل الروابط هنا سيجما بين الكربون. تعملها ازاي؟ 1 2 3. انت عندك كام بروم؟ 2 بروم. ايه احتمالاتهم؟ ممكن 2 بروم على اول سي. اول سي هنا او اول سي هنا ما تفرقش. اسمه 1 ثنائي برومو بروبان. وممكن ال2 بروم على تاني سي. يبقى 2 ثنائي برومو بروبان. وممكن واحدة في الأول واحدة في الثانية، يعني 1 2 ثنائي برومو بروبان. وممكن واحدة في الأول وواحدة في الثالثة، يبقى 1 3 ثنائي برومو بروبان. في احتمال تاني؟ فكر كده. أنا حطيت 2 في الأول، ال2 في النص، واحدة في الأول واحدة في الثانية، واحدة في الأول واحدة في الثالثة. في احتمال تاني؟ مش هتلاقي. عد. 1 2 3 4. الإجابة 4 صيغ بنائية. وتعود دايما إيه؟ تسمي. اكتب وسمي، اكتب وسمي عشان ما تكررش. التسمية الصحيحة لأحد أيزومرات الصيغة دي C4H9Cl. برضه ده مشتق الكان. عاوز تسمية صحيحة، اعمل كل الاحتمالات الممكنة. حط 4C والسي ال في الأول، حط 4C والسي ال في الثانية، أثر شوية 3 خارج منها فرع والسي ال في الأول، 3 خارج منها فرع والسي ال في الثانية. هم دول 4 احتمالات. سمي كده. 1 كلوروبيوتان، 2 كلوروبيوتان، 1 كلورو 2 ميثايل بروبان، 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. دور لي بقى على الاسم من دول في الاختيارات. 1 كلورو 2 ميثايل بروبان، 1 كلورو 2 ميثايل بروبان. تنفع دي. يبقى الإجابة رقم ألف. فأنت تعمل الصيغة كلها وبعدين تشوف الأسماء وتقارن بقى. عدد أيزومرات المتفرعة لألكان ناتج من التقطير الجاف لملح C5H11CONE. قلنا C5H11COONE بنعمل فيها ايه؟ بنشيل CONA ونحط H، بقت 512. 512 دي لها احتمالات ايه بقى؟ يا ال5C ورا بعض فيسمى بنتان، يا اما 4 خارج منهم فرع فيسمى 2 ميثايل بيوتان،
يا اما 3 خارج منهم فرعين فيسمى 2 ثنائي ميثايل بروبان. والسؤال بيقول لك انا عاوز كل الايزومرات ولا عاوز المتفرع بس؟ متفرع بس. ده متفرع؟ لا. ده متفرع؟ ده متفرع؟ كم متفرع؟ 2. يبقى الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعده، هيدروكربون يحتوي 22 جرام منه على 3.1 في 10 أس 23 جزيء. عاوز الصيغة العامة له، يعني هو يا ترى هو ألكان ولا ألكين ولا ألقين؟ بص يا باشا، نجيب الأول عدد المولات، نقسم 3 علامة 01 على عدد أفوكادرو، هيطلع معاك نص إيه؟ نص مول. يعني كل 22 جرام من المركب تمثل نص مول. نص مول. امال المول كام جرام؟ اكس. هات اكس، تطلع اكس معاك ب 44 جرام. المول بكام؟ ب 44. يا ترى الكان ولا الكين ولا القين؟ خد بالك ما ينفعش تطلع الكربون بكسر، لازم عدد صحيح. لو عوضت صيغه الالكان 14 ان زائد 2 بتساوي 44، 14 ان بتساوي 42، ان بتساوي 3، يبقى هو سي 3 اتش 8 تمشي. الكان تمشي. اذا عوضت في الصيغه العامه بتاع الالكين هيطلع الان بكسر. طب القين بكسر، اذا ما ينفعش غير الكان بس، يبقى الاجابه بالنسبه لك سي ان اتش 2 ان زائد 2 يعني الكان. سي ان اتش 2 ان زائد 2 الف. السؤال اللي بعده، مشتق هالوجيني لالكان صيغته سي 3 اتش 7 اكس. ده ينتمي لأنهي صيغه عامه؟ انت بتقول سي 3 اتش 7 اكس اكس، يعني معناها ان هي مجموعه القايل زائد اكس، والالقايل بالنسبه لك سي ان اتش 2 ان زائد 1 ومعاها اكس، يبقى الجواب بالنسبه لي هو سي ان اتش 2 ان زائد 1 اكس. سي ان اتش 2 ان زائد 1 اكس، تبقى الاجابه رقم ب. السؤال اللي بعده، عدد مولات بخار الماء الناتجه من حرق مول الكان صيغته سي اكس اتش واي. سيبك من السؤال ده، ركز معايا جدا. لو انت معاك الكان سي ان اتش 2 ان زائد 2 وحرقته بيطلع ان سي او 2 وان زائد 1 ميه. لو انت معاك الكين او الكان حلقي وحرقته يطلع ان سي او 2 وان ميه. لو انت معاك القين وحرقته هيطلع ان سي او 2 برضه وان ناقص 1 ميه، بس طبعا احتراق تام. معنى كده لو انت لمح سنه، لو الكان بيبقى الكربون هنا، لو بنتكلم على بخار الميه زائد 1، هنا نفس العدد، هنا ناقص 1، وهنا بقول لك بخار ايه؟ الميه. والكان يبقى اكيد دي زايده 1، الاكس زايده 1 تبقى اكس زائد 1، يبقى الاجابه الف. اللي بعدها، عدد مولات الغازات الناتجه من حرق 1.5 لتر ميثان مع كميه من بخار الماء، وعاوز يعرف عدد كل المولات الناتجه. طب نجيبها ازاي دي بقى؟ بص يا سيدي، ادي الميثان لما يتفاعل مع بخار الماء بيطلع CO زائد 3H2 الغاز المائي. تعمل ايه بقى؟ هو عاوز دول كلهم ومديك الميثان، تاخدهم بره المعادله بوزنهم، تاخد CH4 مع CO و3H2 عشان ما تقعدش تهبط كتير وتغلط. هنا عاوز عدد ايه؟ مولات.
يبقى اشتغل دي بالمولات، ودي مدهنا باللتر. طيب ال 22.4 لتر اللي هو المول، طلعوا هنا كم مول؟ ده مول و3، طلعوا 4 مول. يبقى ال1.5 لتر يطلعوا اكس مول. هات اكس بقى كده، 1.5 في 4 على 22.4. إذا عملتها بالآلة الحاسبة، اعملها، عملتها، هيطلع معاك الإجابة رقم ب. اللي بعدها، إذا علمت أن الهواء الجوي فيه 20% منه أكسجين، 20% من الهواء أكسجين طبعا، فإن حجم الهواء اللازم للتفاعل مع 20 لتر ميثان. لتر إيه؟ ميثان. وعاوز الهواء. الأول نجيب الأكسجين قد إيه؟ الميثان CH4 بيتفاعل مع O2 بيطلع CO2 وبخار ميه. نوزن المعادله، هنا C واحده C واحده 4H، يبقى في هنا 2، وطبعا O هنا 2. انت محتاج تجيب اكسجين وهو مديك الميثان، تاخد الاثنين من المعادله CH4 مع 2O2، وبرضه عشان ما تهبطش كتير وتعك كتير حسب ما هو قايل. انت مديك حق، عاوز مين؟ الاكسجين عاوزه باللتر، يبقى اشتغل ده باللتر، وده برضه باللتر. طيب دول كام لتر؟ دول 44.4 لتر، اسف، دول 22.4 لتر لانها مول واحد بس. طب دول مولين، يعني 44 علامة 8 لتر. يبقى ال 20 لتر ميثان طلعوا هنا اكس. هات اكس، يبقى 20 في 44.8 على 22.4، دي مع دي فالاثنين يعني 40 لتر. الاكسجين 40 لتر، يبقى الهواء قد ايه؟ طيب يبقى 20 على 100 و20% بتساوي حجم الاكسجين على حجم الهواء. حجم الاكسجين هنشيله، نحط مكانه 40 على دي فالواحد على دي فالاثنين، اذا حجم الهواء 2 في 100 ب 200 لتر. الجواب 200 لتر. الاختيار ب. طيب نكمل. عند احتراق مول الكان، مول الكان احتراق تام، وفرة من الاكسجين ثم امرار CO2 الناتج في محلول ماء جير كون راسب ابيض 200 جرام. فهنا الكان محترق هو مين في دول؟ حلو السؤال ده، جميل. طيب احنا لما بنحرق الكان بيطلع CO2، والCO2 ده بيعكر ماء الجير الرائق. نكتب المعادله كده، CO2 همرره على ماء جير CaOH/2، هيطلع كربونات الكالسيوم وميه، والمعادله موجوده زي الفل اهي. هو قال لك اتكون راسب ابيض، ده اهو راسب ابيض كتلته 200 جرام. تمام؟ انت عشان تعرف الالكان اسمه ايه الاول لازم تعرف الكربون اللي فيه قد ايه. انت بتعمل ايه؟ تاخد CaCO3 مع CO2، CO2 قصاد CaCO3، هشتغل ده بالمول وده بالجرام. دول كم مول؟ واحد مول. دول كام جرام من هنا؟ كام جرام كتلة مولية؟ 100. الواحد مول بيحضر 100، او ال100 جاي من مول، يبقى ال200 جرام 200 جرام جايين من س، تطلع س ب2 مول. 2 مول. يبقى الكان ده لما اتحرق طلع 2 مول CO2. طالما طلع 2 مول CO2 يبقى فيه كام سي؟ 2 سي. وطالما هي 2 سي يبقى الاتشات كام؟ 6. يبقى الاجابه ايثان رقم ب. بسرعه كده عملتها ازاي؟ انا خدت الراسب مع CO2، ال 100 جرام جايين من 1 مول CO2، يبقى ال 200 جرام جايين من اكس او من س،
فطلع عدد مولات CO2 ب2. الكان لما اتحرق طلع 2 CO2 2 سي، اذا هو كان في 2 سي اصلا، والاتشات تبقى 6. السؤال اللي بعده، عند التقطير الجاف في وجود جير صودي لملح عضوي صيغته الجزيئيه CnH2n-1O2Ne، حيث ان عدد ذرات الكربون هيطلع الكان صيغته CnH2n زائد 2 ولا CnH2n ولا Cn ناقص 1 H2n ولا Cn ناقص 1 2n زائد 1. شوف كده مع بعض. احنا هنيجي نعمل تقطير جاف بنعمل ايه؟ احنا بنشيل COONE، يعني بنقلل السي 1 ونشيل OONE ونزود اتش تاني يا باشا، يبقى السي هتقل 1 وتشيل OONA ماشي وتزود على المركب اتشايه. تعال نطبق كده. هنا الكربون رقمه ان، انا بقول هقلل 1 تبقى CN ناقص 1. حلو قوي. وهتشيل OONA، هتشيلها، شلناها، وهنزود عليه كمان اتش، يعني هنزود عليه 1. مش كان H2N ناقص 1 وهتزود 1، موجب 1 وسالب 1 يروحوا مع بعض تبقى ايه؟ H2N. يبقى H2N، يبقى الجواب بالنسبه لك CN ناقص 1 H2N. هل في اختيار كده؟ CN H2N زائد 2 CN H2N CN ناقص 1 H2N اهي. اجابه ج. تاني بسرعه كده. عملت انا ايه؟ قللت كربون 1 بقت N ناقص 1، وشلت ONA رميتها بره، وزودت اتش، تطلع كده في الاخر. اللي بعد كده، الكان مفتوح السلسله، مفتوح السلسله يحتوي على هيدروجين عدده اكس، فان الكربون يبقى قد ايه؟ طيب الالكان CnH2n زائد 2، هو بيقول لك ان الهيدروجين اللي فيه رقمه اكس او عنده اكس، يعني عاوز يقول ان الاكس بتساوي 2n زائد 2. طب قيمه الان بقى يبقى 2n بتساوي اكس على 2 ولا ايه؟ اضرب هنا في 2 وهنا في 2. استنى كده معايا تاني. هو قال لك ايه؟ ذرات هيدروجين اكس في الجزيء، فانا عايز الكربون ان، عاوز ان قيمه الان. طيب تاني، يبقى عندك 2 n زائد 2 بتساوي اكس، يعني 2n بتساوي اكس ناقص 2، يبقى ان بس هي اكس ناقص 2 على 2. اكس ناقص 2 على 2، اكس على 2 لا، اكس ناقص 2 على 2 دي الاجابه الصحيحه. اوكي؟ طيب مين ما بيتطبقش عليه ماركينيكوف؟ بص يا حبيبي، ماركينيكوف بيتطبق على حاجتين، على الكين غير متماثل او اي القين. اي ايه؟ القين. طيب يبقى انا بقول لك لا ينطبق، يبقى انا هدور على الكين متماثل. الكين متماثل 2 ميثايل 2 بيوتين، 2 ميثايل 2 بيوتين، هل ده متماثل؟ لا، اذا ماركينيكوف تطبق عليه. 2 و3 ثنائي برومو 2 بيوتين، 2 و3 ثنائي برومو 2 بيوتين، ده متماثل ولا غير متماثل؟ هنا السي معاه بي ار ومعاه ميثايل، هنا السي معاه بي ار ومعاه ميثايل، يبقى ده متماثل، يبقى ماركينيكوف بره الموضوع ده. ماركينيكوف ما تطبقش على المتماثل في الالكين. ها؟ السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما يلي صحيح بالنسبه للمركب الناتج من انحلال حراري
لكبريتات بروبايل هيدروجينية عند كام درجة؟ 180. كبريتات بروبايل هيدروجينية يحصل لها انحلال حراري، هتتكسر، هتطلع ايه؟ هتطلع بروبين. بص خد بالك، كبريتات ايثايل هيدروجينية بتطلع ايثين. طب كبريتات بروبايل هيدروجينية هتطلع بروبين. طب ادي البروبين CH3 CH رابطة مزدوجة CH2 الكين يعني. عند الهيدرة الحفزية له بيعطي كحول ثانوي، هي ان شاء الله هتبان بعد كده، بس بتكسر ان اهو تحط هنا اتش وهنا واتش، ده كحول ثانوي صح، دي صح. لسه ما خدناهاش بس هتبان بعد كده. لا يزيل لون البرمنجانات، لا هيزيل، ما هتكسر دي وتحط هنا واتش وهنا واتش هيختفي لون البرمنجانات اللي هو تفاعل البير، دي غلط. يتفاعل مع اتش بي ار وقاعة ماركريكوف مش هتطبق لان انا عندي ده غير متماثل، فماركريكوف ابقى احط اتش بي ار، احط هنا الاتش وهنا البي ار فتطبق. يلزم تشبع جزء منه مول ذره هيدروجين، الجزيء الواحد عاوز مول ذره، لو عاوز ذره بس، او قصدي 2 ذره، طبعا هي غلط اصلا كده غلط. يبقى واحد عندها هيدرات الحفزيه تعطي كحول ثانوي، تمام. لا يزيل لون البرمنجانات وسط قلوي، لا هيزيلها، قلنا دي غلط. بيتفاعل مع اتش بي ار ما يتطبقش بالكريكوف، لا بتطبق، دي غلط. يلزم يشبعوا جزء منه مول واحد بس من هيدروجين، برضه غلط، تبقى الاجابه الف. في تجربه الكشف عن كربون وهيدروجين. كربون وهيدروجين مركب عضوي لم يتغير لون CO4 اللامائيه. يبقى الماده العضويه عامله ازاي؟ ما الماده لو فيها سي واتش ده هيطلع منه CO2 وده هيطلع منه بخار ميه، ده يعكر ماء الجير وده يزرق كبد النحاس لو فيها سي واتش. طب لو الماده ما طلعش فيها ميه، ما بقول لك لون كبد النحاس ما اتغيرش، اذا الماده ما فيهاش اتش لكن فيها سي اكيد. اذا اي مركب عضوي بس يكون ما فيهوش ايه؟ اتش. يبقى يكون فيه سي بس ما فيهوش اتش. هنا لا، في سي واتش مش نافع، هنا سي واتش مش نافع، هنا سي واتش مش نافع، اما سي اف 4 ما فيهاش اتش، اذا مش هيطلع بخار ميه. هيطلع منين؟ بخار ميه هيطلع منين اصلا؟ مع عدد ايزومرات الصيغه دي سي 2 اتش 3 اف 3 كم ايزومر؟ طبعا برضو هنا 2، هي سي 2 اتش 3 اف 3 دي 2 ومجموع دول 6، ده مشتق الكان. عاوز بقى ايزومراتها، هنعمل كم سي 3؟ عندك كم فلور؟ 3 فلور. اول احتمال هنحط 3 فلور مع بعض في الاولى هنا او هنا. الاحتمال الثاني نحط 2 فلور في الاول وفلوره جنبهم تمشي. الاحتمال الثالث فلوره في الاول واثنين فلور في النص تمشي. الاحتمال اللي بعد كده 2 فلور في الاول وفلوره في الاخر، ادي 4. في احتمال تاني ادي 1 2 3 4، يبقى الاجابه 4. اللي بعدها عدد ايزومرات الصيغه دي سي 6 اتش 14. 6 14 هي قاعده معروفه ان هي لها 5 ايزومرات بس هنعملهم مع بعض. تعمل ال6 سي ورا بعض هكسان عادي، تعمل 5 خارج منهم واحده من الثانيه 2 ميثايل بنتان، تعمل 5 خارج منها سي من الثالثه 3 ميثايل بنتان،
تعمل 4 خارج منهم 2 بعاد عن بعض. 2 3 ثنائي ميثايل بيوتان. تعمل 4 والاتنين سي مع بعض. 2 2 ثنائي ميثايل بيوتان. عد معايا 1 2 3 4 5 ايزومرات. الاجابه 5 ايزومرات. ايه تعبت؟ بص، هو الفكره كلها في ايه؟ العضويه انت لازم تحل عليها كتير. كل ما تحل عليها اكتر كل ما الدنيا تظبط معاك على الاخر. الموضوع بسيط جدا جدا، بس حل معايا كتير. في نفس الوقت خد بالك وانا بحل قلت لك حل انت الاول، طلع الاجابه وشوف انت صح ولا غلط، او وقف الفيديو وحل وشوف. تمام؟ هنا عدد ايزومرات الصيغه C3H8O. احنا ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني في العضويه هنقول ان الصيغه دي هي صيغه عامه للكحولات والايثيرات. كحول او ايثير يعني بتبقى ROH او ROR اللي هي CN H2N زائد 2 O. المهم انا كده فهمت ان ده ايثير او كحول. عاوز بقى احتمالاته 1 2 3 واحط OH في الاول. اسمه ايه؟ ان شاء الله هنقول بعد كده اسمه 2 بروبانول. طبعا OH هنا زي OH هنا ما تفرقش، او OH في النص. بس ده اسمه 1 بروبانول. اسف، 1 بروبانول. اللي فات ده 1 بروبانول، اما ده اسمه 2 بروبانول. 2 بروبانول. لا 2 يا 1 بروبانول يا 2 بروبانول. في احتمال تاني، في كحول تاني اهي OH هنا او H هنا 1 بروبانول، او في النص 2 بروبانول. في احتمال تاني؟ مفيش. اذا الكحولات شكرا كده. عاوز بقى ايثير او في النص والسي هنا والاثنين كمان. ده اسمه ايه؟ سابق لاوانه بس بسرعه كده. ده اسمه ايثير، ودي اسمها ايثايل، ودي اسمها ميثايل. يبقى اسمه ايثير ايثايل ميثايل. في احتمال تاني؟ مفيش. يبقى 1 2 3 3 ايزومرات. اللي بعدها قاعد كتابة الصيغة البنائية للمركبين التاليين بطريقة صحيحة بشرط عدم تغيير الصيغة الجزيئية. يعني دي صيغة غلط، احنا عايزين نظبطها. نفكها كده ونشوفها. CH3 رابطة مزدوجة C، وبعدين C معاها H رابطة مزدوجة C معاها H CH3. بص يا حبيب قلبي، دي زي الفل. كربون رباعي. الكربون رباعي. الكربون رباعي. المشكلة هنا وهنا. هنا كربون 1 2 3 ما ينفعش. 1 2 3 4 5 ما ينفعش. يبقى اكيد الصيغة دي غلط. ما تعدلها ازاي؟ شيل ده من هنا اهي، حطها هنا. شلتها من هنا بقت هنا، ظبطت خلاص. بس الثانية عاملها ازاي؟ NH3 C رابطة O NH3. طيب الN ثلاثي بس هنا الN رباعي، هنا برضو رباعي وما ينفعش. في نفس الوقت السي دي ناقصة رابطة والأو ناقصة رابطة، يعني كل N زائدة رابطة، والسي ناقصها 1 والأو ناقصها 1. يبقى نعمل ايه؟ لا علي كده. الاتش ده اهي احطها فوق، وده اهي اجيبها هنا. ظبطت كده، بقت ان ثلاثي ان ثلاثي سي رباعي او ثنائي. بس طيب الكان كتلته 172. عاوز صيغه الالكان ده عادي. قلنا بقى 14 ان زائد 2 ب 72، يبقى الان بتساوي 5 فهو سي 5 اتش 12. عاوز كل ايزومراته بقى. قلنا قبل كده
يا اما بنتان عادي، يا 2 ميثايل، يا 2 ميثايل بيوتان، يا 2 ثنائي ميثايل بروبان. يبقى الاجابه 3 ايزومرات. لو انت لمحت سنه بيقول لك دول ايزومرين، خد بالك ده واضح ان ده ايثير وده كحول. هل يتشابها في الغليان؟ طبعا لا. ليه؟ لاختلاف الصيغه البنائيه. الايزومرات مختلفه في الصيغه البنائيه، اذا الخواص الكيميائيه والفيزيائيه مختلفه. ماشي؟ تعبت؟ لا كمل، اصحى، كمل معلش كمل، اصحى. عاوزين نسمي ده، سيبك من اختيارات، نختار اطول سلسله. انا عندي فرع بروم وفرع فلور وكمان فرع بروم. ارقم يمين ولا شمال ولا مش فارقه؟ يمين. يبقى 1 1 2 3 2 كده 3. يبقى اسمه 1 و2 ثنائي برومو. 1 2 ثنائي برومو، 2 فلورو. اطول سلسله 3 يبقى بروبان. 1 2 ثنائي برومو، 2 فلورو، بروبان. في الاختيار ده بقى انا عاوز 1 2 ثنائي برومو، 2 فلوروبان. 1 2 ثنائي برومو، 2 فلوروبان، رقم ج. وفي الامتحان ما تقعدش تدور عليه على الاختيارات، انت حل السؤال وبعدين بص الاختيارات. عدد ايزومرات الممكنه عند استبدال اتش هيدروجين، يعني مركب ده اهو 2 2 ثنائي ميثايل بيوتان بذره كلور واحده بدون تغيير ترتيب الكربون. يعني حافظ على ده. طيب ادي البيوتان 2 2 ثنائي ميثايل بيوتان. هو بيقول لك حافظ على الشكل ده، حافظ عليه، بس حط له ذره كلور واحده. طبعا لو كنت حط هنا زي هنا زي هنا، لما تحط هنا هتبقى 1، تحط هنا هتبقى 1، قصدي هتحط هنا كلور اهو. طب سمي كده، هيبقى 1 كلورو 2 2 ثنائي ميثايل بروبان بيوتان. طب انت عملتها كده، هل الاسم اختلف؟ اما تحط كلور هنا اختلف؟ لا، لان اطول سلسله كربونيه متصله هتبقى كده، اسف، كده، وهيبقى برضه اسمه 1 كلورو 2 2 ثنائي ميثايل بيوتان. يعني دي زي هي دي. فبالتالي انت لو حطيت الكلور هنا زي هنا ما تفرقش خلاص. احتمال اللي بعد كده اهو، حط الكلور هنا فرقت. الاحتمال الثالث حط الكلور في الاخيره. في احتمال تاني يبقى الكلور هنا وهنا زي هنا، او في الثالثه يعني هنا يعني، او نحطها في هنا اهو في الطرف هنا. يبقى 1 2 3، 3 احتمالات. اللي بعدها المركب ده بيسمى باسم 2 برومو 4 ميثايل بنتان، وليس 2 ميثايل 4 برومو بنتان. احنا فكوا كده ونشوف مع بعض. CH3 CHBr CH2 CH خارج منها ميثايل وكمان ميثايل. أطول سلسلة كربونية متصلة تنفع دي وتنفع دي. ناخد الصريحة دي. أرقم من هنا 1 2، هنا 1 2، بس البروم أبجدي قبل الميثايل. يبقى يمين ولا شمال؟ لا شمال. يبقى 1 2 3 4 5 اسمه 2 برومو 4 ميثايل بنتان.
2 بروم 4 ميثايل بنتان، وليس 2 ميثايل 4 بروم بنتان. ليه؟ عشان إذا تساوى مجموع التفرعات من طرفي السلسلة يبدأ الترقيم بالأبجدية. السؤال اللي بعده بيقول لك ما تسمية الأيوباك للمركب ده؟ تنسى الاختيارات وسمي انت. هنا سي اهي خارج منها ميثايل وخارج منها اتش اهي وكمان ميثايل ثم سي اتش 2 ثم سي اتش 2 ثم سي ال. اطول سلسله كربونيه ممكن تبقى دي او دي. هم من اربعه اهم حاجه. ظهر فرع وظهر فرع. نفس حاجه دايما ان الفروع ما بتظهرش غير بعد اختيار السلسله. هرقم من هنا 1 2 3 4 يبقى اسمه 1 كلورو 3 ميثايل بيوتان. السؤال بقى اللي بعده، إذا علمت أن المركب المقابل كتلته المولية 128 جرام لكل مول، عاوز صيغة الإكس دي، مجموعة الألقايل دي اللي هي الآر دي أو الإكس دي. طيب تعملها أنت إزاي؟ تعد الأول 1 2 3 4 5 6 7. أنا عندي كده 7 كربون من غير دي. عاوز أعرف التوتال كام كربون؟ هو قال طبعا واضح إن هو مشبع ما فيهوش رابط مزدوجة يعني ألكان. يبقى 14 ان زائد 2 ب 128. يبقى 14 ان ب 126. قاسم 126 على 14 كده بالآلة الحاسبة يا غالي. 14 ماشي 126 على 14 فيها 9 يا حلاوة. سي 9 يبقى اتش كام عندنا؟ اتش 20. 1 2 3 4 5 6 7. حطينا 7 سي وهم اصلا كلهم كام؟ 9. يبقى بقى كام من التسعه؟ يبقى 2 بس. يبقى اكيد ده اهي سي 2 اتش 5 ايثايل. السؤال اللي بعده، عدد ذرات في ابسط جزيء الكان متفرع. ابسط الكان متفرع اهو ميثايل بروبان. يبقى الإجابة كام؟ 4. طب في الامتحان لو قال لك أبسط بدل دي قال الكين متفرع. الكين متفرع يبقى ميثايل بروبين. 1 2 3 حط الربط ميثايل بروبين. طب أبسط القين متفرع. القين متفرع يبقى ميثايل او 3 ميثايل بيوتاين. ده ابسط الكين متفرع. ابسط الكين متفرع ابسط القين متفرع. فطبعا الاجابه هنا هو الالكان يبقى 4 اللي هو ده ميثايل بروبان. طيب الاسم الصحيح لده اطول سلسله كربونيه متصله. اطول واحده اهي. ده فرع وده فرع. سمي انت كده. سميه. طيب من هنا 1 2 3 قابلت الفرع. 1 2 3 قابلت الفرع. بس الفرع ده ايثايل. الفرع ده ميثايل. اي ولا ام؟ لا اي. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى اسم الصحيح بتاعه 3 ايثايل 6 ميثايل 8 يبقى اوكتان. 3 ايثايل 6 ميثايل اوكتان. في كده 3 ايثايل 6 ميثايل اوكتان رقم د. ما تسمية الأيوباك للألكان الذي يحتوي الجزيء منه على 7 كربون ما فيهوش ميثيلين. لسه قلتها في أول الفيديو، قلت لك فكر فيها، جبتها لك في الآخر، قلت لك 7 كربون ما فيهوش ميثيلين.
يبقى نعمل 4 سي، وهتعمل فرعين على السي دي وفرع هنا CH3 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 CH واحدة، مفيش ميثيلين. اسمه ايه؟ 1 2 3 4، اسمه 2 2 3 ثلاثي ميثايل بيوتان. 2 2 3 ثلاثي ميثايل بيوتان. 2 2 3 ثلاثي ميثايل بيوتان. في الاختيار دوت 2 2 3 ثلاثي ميثايل بيوتان، الإجابة رقم ب. اسم الألكان اللي فيه 23 ذرة ويحتوي على مجموعات ميثيلين نص الميثايل. نص الميثايل. طيب يبقى عندك هو قال ألكان 3N زائد 2 23، 3N ب 21، N ب 7، يبقى هو C 7، H كام يا معلم؟ H كام؟ 16، يعني 7 C. يا ترى هو هيبتان؟ تعال كده نجرب مع بعض. يا ترى هو هيبتان؟ لو هيبتان هيبقى كده، ادي ميثايل وادي ميثايل، ميثيلين 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 ميثيلين. ده 1 2 3 4 5 6 7. عندك 5 ميثيلين و2 ميثايل، ينفع؟ لا. طب يا ترى هو 2 بروبايل بيوتان؟ اصلا الاسم غلط. 2 بروبايل بيوتان اسمه اصلا غلط. الصح بتاعه اسمه 3 ميثايل 1 2 3 4 5 6، اسمه 3 ميثايل اكسان، فاصلا الاسم غلط وده مش نافع. نكمل ونشوف الباقي. 2 2 ثنائي ميثايل بنتان. 2 2 ثنائي ميثايل بنتان. 2 2 ادي ميثايل 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 ميثايل، ودول ميثيلين. يبقى الميثيلين نص الميثايل. ميثيلين اهمت نص الميثايل. هو قال كده؟ الإجابة كده. طيب آخر بقى سؤال. التسمية الصحيحة لمركب 3 بروبايل 3 برومو بنتان. ظبطوا كده مع بعض. بنتان ادي 5 سي، 3 برومو، 3 فيها بروم، 3 بروبايل، يبقى 1 2 3. طب فين اطول سلسله؟ اطول سلسله تختار دي، تختار دي اللي يعجبك. خدنا دي بقى، ده فرع وده فرع. التركيب من هنا 1 2 3 4 5 6. ها سمي كده. 3 برومو، 3 ايثايل، تنسيها همت ايثايل، وعندك 6 يبقى هيكسان. 3 برومو 3 ايثايل هكسان، 3 برومو 3 بروبايل بنتان، دي غلط. 3 برومو 3 ايثايل بنتان غلط. 3 برومو 3 ايثايل هكسان صح. ده يعتبر اول سلسله حل الهيدروكربونات ان شاء الله. ده الفيديو الاولاني. ننتظر الفيديو الثاني ان شاء الله ونحل فيه باقي الهيدروكربونات. سلام.